حادثة طريق الواحات. حادثة بشعة جدا جدا جدا، وللأسف بتتكرر كتير، ولحسن حظها وسوء حظه ان في حد وراهم كان ماشي بيصور. صوروا الحادثة كلها. انا هقول لكم كل تفاصيل الحادثة وانتوا احكموا. 3 بنات نازلين بدري قاعدين في سيركل كي يشربوا حاجة. واحدة منهم كانت بتقول ان هي رايحة تشتري فستان التخرج بتاعها. ايا كان بيعملوا ايه، هم قاعدين في مكان عام بيشربوا حاجة مع بعض. كان في 3 ولاد قاعدين الناحية التانية، قعدوا يبصوا لهم ويكلموهم ويحاولوا يكلموهم، والبنات مش مديلهم فرصة. راحوا جم قربوا منهم وقعدوا قريب منهم علشان يكلموهم اكتر ويرخموا عليهم اكتر. برضو البنات ما ادوهمش فرصه وقالوا هم يمشوا من المكان. كل ده متسجل ومتصور في كاميرا سيركل كي، وهم قالوا يفرغوا الكاميرات. هم كانوا في سيركل كي اللي في اكتوبر. مشوا البنات، ركبوا عربيه واحده منهم، راحوا طلعوا على طريق الواحات، افتكروا ان هم كده خلاص بقى خلصوا منهم ومحدش هيرخم عليهم ومحدش هيضايقهم. اكتشفوا ان هم ماشيين وراهم وبيرخموا عليهم. فضلوا ماشيين وراهم ال3 عربيات، والعربيه اللي هي فيها البنات ماشيه عماله تحاول تخرج منهم، مش عارفين. واحد جاي لها من هنا، واحد جاي لها من هنا، واحد جاي لها من هنا. انا هحط لكم الفيديو اللي بيمشوا وراهم دلوقتي هتشوفوه. 3 عربيات على طريق الواحات اكتوبر. البنت عماله خايفه وعماله تجري منهم، 3 عربيات عمالين يجروا وراها. البنت عملت حادثه لحد ما جابوها ناحيه الشمال خالص. جابوها ناحيه الشمال، وكان في حد لازق فيها عمال يزنق عليها، فهي طبعا مش عارفه تطلع من ناحيه الشمال. هم زنقوها في حته معينه، كل ما تمد يمد معاها، كل ما تبطأ يبطأ معاها، لحد لما لقت مقطوره قدامها دخلت فيها. والراجل اللي كان ماشي جنبها عمال يزنق عليها، راح هرب. بس لحسن حظها ان حد كان ماشي وراهم بالعربيات بيصور. ده العربيه الجزء اللي قدام ده كله كان شكله صعب جدا. برضو هحط لكم صورتها. 3 عربيات خلوا البنات تعمل حادثه في العربيه. خلوا البنات تعمل حادثه، 3 عربيات اهم. خلوا البنات عملوا حادثه هم. وحاليا هم فتره التحقيقات طلبوا منهم يعملوا تحليل مخدرات عشان يشوفوا هم كانوا بيشربوا حاجه ولا لا، لان هم طبعا شاكين ان هم ما كانوش في وعيهم. وطبعا هم ال3 مستويات كبيره، اهلهم كبار، ناس كبيره. ليه تعملوا في نفسكم كده؟ ليه تعرضوا 3 بنات للخطر؟ ليه تعرضوا بنات لموقف زي ده؟ بنات يعني اعتبرها زي اختك، ليه تعرضها لموقف زي ده؟ ليه تبقى مرعوبه في الشارع ماشيه كده مرعوبه وسايقه العربيه بخوف؟ ليه هو احنا في غابه؟ لا. وانت استفدت ايه؟ اديك اتقبض عليك، استفدت انت ايه لما عملت الحركه دي؟ جبت لاهلك العار، وكفايه شكلك قدام الناس وقدام صحابك وقدام اهلك وقدام كل الناس وانت واحد متحرش بالمنظر ده. مين اصلا هيرضى يبص في وشك تاني؟ فكل ده ليه؟ يعني كل ده ليه؟ انت استفدت ايه؟ واحده حاولت تكلمها ورفضت انها تكلمك، هو بالعافيه؟ يعني هو بالعافيه؟ لا طبعا مش بالعافيه. خلاص كل واحد حر. هي بقى نازله 4 الفجر، نازله 5 الفجر، نازله 6 الفجر، هي حره تنزل وقت ما تنزل. هي قاعده في مكان عام وسط اصحابها بتشرب حاجه. كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انتوا مش جايبينها من مكان سهر ولا جايبينها من مكان مش كويس عشان تقولوا ان هي واحده مش كويسه. لان في القصه دي الكومنتات بتاعت الناس، ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ او احنا ايه العقليات دي؟ معظم الناس عماله تقول احسن دول في بنت تنزل تشتري حاجه الفجر، في بنت تنزل بدري كده تقعد كده، ده بصوا لبسها عامله ازاي، ده بصوا عامله ايه في شكلها. او احنا من امتى بنحكم بالموضوع ده؟ قصدكم ان هي تستاهل ان الواحد يتحرش بيها عشان هي قاعده مع اصحابها البنات في كافيه معروف جدا في اكتوبر؟ هي ان هي تستاهل ده قصدكم يعني ولا؟ فاحنا لو واصلين للحته دي فدي مشكله، يعني دي مشكله في عقولنا. فدي كانت القصه كلها، وانتوا احكموا مين اللي غلطان، البنت ولا الشاب المتحرش ده.